سلام الله عليكم، مرحبا بكم اعزائي المتابعين على قناتكم فاسيمو تشانيل. خلال نهائيات كأس العالم 22 و2000 سنلتقي معكم واياكم يوميا لنتعرف جميعا على بعض المقابلات وكل المقابلات باذن الله خلال نهائيات كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة بطبيعة الحال والإحصائيات الخاصة بكل فريق. يوم الاثنين غدا إن شاء الله ستكون أولى المقابلات على الساعة 12 ظهرا بتوقيت المغرب والجزائر، بتوقيت غرينتش زائد ساعة ستواجه إنجلترا منتخب إيران، وستكون منقولة على قنوات الكاس وبي إن سبور اتش دي 1 ماكس. سيكون المعلق حفيظ دراجي. على الساعة 5 غدا إن شاء الله ستواجه السنغال منتخب هولندا بطبيعة الحال بالكأس إكسترا وبي إن سبور اتش دي 2 ماكس وبي إن سبور اتش دي 1 ماكس. سيكون المعلق رؤوف خليف وخليل البلوشي. تكون المقابلة الثالثة خلال 8 مساء بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز خلال المجموعة بالمباراة رقم 4. سيكون المعلق سمير المعيرفي وأحمد البلوش وسمير اليعقوبي على قنوات الكأس وبي إن سبور. كذلك هذه هي مجموعة من القنوات التي ستكون ناقلة للمقابلات غدا إن شاء الله، ستكون منقولة جميعها بالمجان. هذه هي القنوات كقناة SDF على هوتبورد ترددها 11054، وكذلك القمر الصناعي هوتبورد معامل الترميز 22000 وأوريزونتال يعني أفقي. كذلك القناة الثانية داس أوريست على كذلك القمر الصناعي هوتبورد بين التردد 11541 معامل الترميز 22000 يعني فيرتيكال عمودي. القناة الثالثة إريب اتش دي إيران على القمر التركي ترددها 11881 معامل الترميز 27500 أفقي. القناة TRT 2 على القمر التركي كذلك ترددها 11054 معامل الترميز 30000 رأسي. القناة الخامسة التي ستكون ناقلة لمباريات كأس العالم بين سبور فرانس 1 اتش دي على القمر أسرة. كذلك قناة ARD داس أورست اتش دي في القمر الصناعي أسترا بتردد 11494 هوريزونتال معامل الترميز 22000. القناة السابعة هي ARD داس أورست اتش دي على القمر أسترا معدل أو ترددها 11836 هوريزونتال 27500. القناة الثامنة هي كواترو إسبانا على القمر الأسترا معامل الترميز 22000 وترددها 10876 فيرتيكال. أما القناة التاسعة هي كذلك الإسبانية على أسترا بتردد جديد وآخر 10906 فيرتيكال 22000. كما قلنا بأن المقابلات وستأتي لكم خلال غدا إن شاء الله إنجلترا إيران، السنغال هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية مع ويلز. وفقط للإشارة بأن هذه التشكيلة التي سيدخل بها منتخب الإنجليز: نيك بوب، هاري ماغواير، إريك داير، جون ستونز، لوك شو، ديكلان رايس، جود بيلينغهام، رايس جيمس، رحيم ستيرلينغ، فيليب فودين وهاري كين كآخر تشكيلة أساسية لآخر مقابلة خاضها المنتخب الإنجليزي. بينما المنتخب الإيراني ستكون تشكيلته على الشكل التالي: علي بيرافاندا، أبو الفضل جلالي، إم بور الياجيني، ميلاد سارلاك، حسين كناني، روزبي تشيمشي، أوميد نور عفكان، فهيد أميري، رامين رزيان، آريا بارزيجار، مهدي الترابي. أما المباراة الثانية ستكون بين السنغال وهولندا. هذه هي التشكيلة ربما ستكون الأساسية، وهي تشكيلة آخر مقابلة خاضها المنتخبان. كالمنتخب مثلا المنتخب السنغالي يعني المنتخب السنغالي سيكون تي دينغ، إسماعيل جاكوبس، بابي سيسي، خالدو كوليبالي، فورموز ميندي، أدريسا جاي،
إدريسا جاي، نامبالي ميندي، إسماعيل صار، ساديو ماني. كذلك ساديو ماني غائب عن المقابلة بسبب الإصابة، كريبين دياتا، وأخيرا بولاي ديا. أما المنتخب الهولندي ستكون تشكيلته لآخر مباراة خاضها ريمكو باسفير، ناتاي آكي، فيرجيل فان دايك، خورين تيمبير، دالي بليند، ستيفن بيرغويس، مارتن دي رون، دينزل دوميفريس، دافي كلاسين، ستيفن بورجوين، فينس يانسين. أما المقابلة الثالثة التي ستكون بين الولايات المتحدة الأمريكية وويلز ستكون تشكيلتها على الشكل التالي. والولايات المتحدة الأمريكية كآخر مقابلة دخلها اللاعبون ماتيو تيرنز، سيرجينيو ديست، آرون لونغ، ووكر زيمريمان، دي أندري يادلين، ويستون ماكيلني، تايلر آدمز، كيا كوستا، كريستيان بوليشيتش، ريكاردو بيبي، جيوفاني ريبينا. أما منتخب ويلز سيكون واين هينسي، نورينغدون ديفيز، جون رودون، كابانانغو، نيكو ويليامز، ديلان ليفت، جوزيف مورويل، كونور روبرتس، دانيال جيمس، برينار جونسون، وأخيرا غاريت بيل.